يا مساء الجمال ومساء الحب عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد هوريكم بس فرش الشقة بعد العيد، وهنعمل أكلة بسيطة مع بعض. ده كده الريسبشن بفرش العيد، الشجرة وجنبها التلفزيون وجنبها الديسبنسر بس، وادي الكنبتين. انا الريسبشن بتاعي صغير، ف حاطه فيه الانتريه والسفره مع بعض. كان في بلكونه بس هديتها علشان خاطر يعني نوسع وكده. حتى هوريكم، بصوا ده كده كان مكان البلكونه، بس اختراع فاشل الصراحه. البلكونه احلى بكتير. بوريك الورد ده حلو قوي، وحاطه في الفازه كده اللي هو الزلط اللي هو الملون ده، بيدي شكل جميل. قولوا لي ايه رايكم؟ يا رب يكون الدنيا عجبتكم. يعني هي حاجه بسيطه. دي بقى الطرقه والطرقه دي بتودي على باب الشقه. بصي بوريكم اللكلوك بتاع دنا. هي بترميه في كل حته في الشقه، يعني هي بتحبه، ففرحانه بيه، كل شويه تحطه في حته. بس بصوا بوريكم السجاده بتاعت السيد المسيح. السجاده دي كانت جايه لي هديه من صحابي، ناس عزيزه عليا قوي، فعلقتها قدام باب الشقه كده. يعني اول ما افتح باب الشقه ابص عليها على طول. الانجيل الكتاب المقدس ده حلو قوي، 365 يوم، كل يوم في السنه، يعني تقعدي تقري وكده، حلو يخليكي تقري طول السنه، جميل قوي. بحب اقرا فيه على طول قبل ما انام، عشان كده حاطه جنب السرير. وده سرير الهانم دنا. بس انا التسريحه مش حاطه فيها حاجات كتير. بوريكم باسكت الصغنن دوت، يعني اي حاجه من مكان المكياج وكده بحطها، وبعد كده برميها على طول، بينفعني الصراحه. انا يا جماعه مغطيه كل حته في الشقه علشان الكائن الصغير اللي عندي ده. يعني بحاول على قد ما اقدر. دي اوضه الاطفال، انا ما عنديش اوضه اطفال، جايبه سريرين كده وحاطه فيها بقى ايه، لعب الحلوه كلها، مغرقه الدنيا، ربنا يخليها لي، فحاطه فيها حاجتها. وطبعا لما الجماعه، مامتي، حماتي، اخواتي، حد بيجي يبات، بنشيل الحاجات دي. بصي بنوريكم احنا ودولنا جايبين لكلوك زي بعض. بس دي كده الشقه، يا رب تكون عجبتكم. هنا بقى دخلنا بقى هنعمل اكله بسيطه قوي مع بعض. هنعمل فتة شاورما. جبت البانيه عادي، بانيه عادي، ده كان نص كيلو عشان احنا 3 افراد بس اللي هناكل. قطعته كده بالمقص، يعني اسهل من السكينه. بعد كده بجيب خلطه الشاورما وبفضيها فيها، وبحط واحده زبادي. بس طبعا بكون غسله البانيه كويس جدا ومصفيه. لازم تكوني مصفيه، عشان الميه اللي بتبقى فيه دي بتبقى زفره، فلازم تصفيه كويس. بعد كده تعملي، بعد كده بقى بتقلبيها كويس قوي قوي، وتغطيها وتحطيها في التلاجة. بعد كده بجيب بصلايه وبقطعها صغير. هي المفروض تتقطع جوليان كبير، بس انا ما بحبش اقطع الخضار كبير، علشان عندي بعض الناس ما بتحبش البصل والثوم يبانوا، فبضطر ان انا اقطعهم صغير. اصل الاكل ده بيبقى اذواق، فكل واحد بيبقى على حسب اللي عنده. انت لو بتحبي جوليان كبير مفيش مشكله، بس الطريقه دي لو عملتيها بامانه تحفه. بس وبقعد بقى اقلب في البصله بزيت. الشاورما مش بيتحط لها زبده او سمنه، مش بتنفع. بعد كده بقى بروح حاطه الشاورما واسيبها بقى لحد ما تتشوح. انا ابصوا قبل ما حطيت الشاورما البصله ما اتحمرتش، يا دوبك دبلت، يعني اللي اتحمر دوت اللي من الجناب بس. لا، بتخلي البصله تبقى دبلانه، علشان خاطر لما بتبقى دبلانه بتدي سكره اكتر. لكن لما بتحروق، احنا مش هنعمل محشي، بتدي سكره، لكن وهي كده بقى لا. بصوا هنا دي كانت ميه الرز. هكتب لكم التوابل اللي عملت بيها الرز في صندوق الوصف، عشان للاسف ما جاتش. هكتبها لكم كلها علشان خاطر ايه ما حدش ينساها. بس هي بتبقى كركم وكاري وقرفه.
بصوا هنا حطيت ميه بعد ما اتشوحت خالص، بحط يجي مثلا نص كوبايه ميه علشان بس تستوي شويه، احنا بنحب الحاجه مستويه قوي الصراحه. سبت الميه على النار تغلي بتاعه الرز. بصوا بعمل ايه، انا هعمل رز بسمتي. بحط الاول التوابل مع زبده تتشوح، وبعد كده بحط مقدار الميه. انا عملت كوبايتين رز بسمتي، فحطيت 4 كوبايات ميه، واسيبها لحد ما تغلي خالص مع التوابل، وبعد كده بحط الرز. هنا بقى هعمل العيش. بصوا بقطعه كده وهقطعه صغير، وبحط عليه شويه زيت صغيرين قوي على فكره، يعني شويه زيت صغيرين خالص، وبحط عليه شويه كمون وشويه ملح، وبقلبهم وبحطهم بقى في الفرن. عقبال ما بخلص الاكل فوق يكونوا دول استووا. الاكله بسيطه وبامانه ما بتاخدش نص ساعه، وهتطلعي بطبق تحفه. لو عملتيه بامانه مش هتشتروه من بره تاني، والعيال مش هتشتريه من بره تاني. الرز البسمتي مع شويه زبيب، غسلتهم ما نقعتهمش، مغسول مش منقوع بس. وبعد كده بعد ما الميه تغلي، انا وريتكم لازم الميه تبقى مغليه بس، وبحط بقى الرز. بعد كده بظبط الملح زي ما انا عايزه، ما بحطش الملح قبل، علشان خاطر لو حطيتي الملح على الميه هتحسي ان هي مظبوطه، بعد كده لما تيجي تحطي الرز هيبقى عادم. فلا، بعد ما بتحطي بقى تقلبي كويس قوي، وبعد كده بقى تحطي الملح براحتك وخلاص ظبطتيه. اول ما تبتدي بصي تبقبق، بالذات في الرز البسمتي او يعني الرز عموما، تروحي مغطيه عليها. بصوا انا برضو مغطيه على الشاورما وسايباها على نار هاديه. الرز لسه ما وطيتش عليه. بعد كده رحت قطعت فلفل. بصوا سامعين دولنا، قطعت فلفل الوان وفلفل زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عارفه اتكلم الصراحه من دندن، بس بصوا برضو قطعتهم حتت صغيره. وبصوا هي هنا شربت الميه اللي انا حطيتها، اللي هي عملت صوص، شربتها شويه. فانا ايه، هقلب كل الخضار دوت. انا ما حطيتش اي توابل تانية على فكره بعد الخلطه اللي انا كنت عاملاها الاولانيه، ما بحطش. يعني انا بكتفي بخلطه الشاورما الصراحه. يعني لما بحط توابل تانية بحس اللي هي مقفوره. بصوا انا لما قلبتها كده حسيت ان هو الخضار مع الفراخ خدت الصوص بتاعهم. انا بحبها فيها صوص، فحطيت بصوا نص كوبايه ميه بس، عشان بس ايه الخضار بس يستوي. وقلبتها كويس. وطبعا ايه، الطاسه كده بقى تنضفيها كده معاكي من الخضار وكده. بصوا بقى شايفين الرز، بصوا عامل زي اخرام كده. اوعي تقلبيه، اول ما تلاقيه خلاص شرب الميه وعمل اخرام كده سيبيه، هو استوى. انا ما بحبش الناس اللي تقعد تقلب في الرز، بحسه بيعجن منها. بصوا الرز وجماله بامانه كان تحفه. بس بصوا حطيت بقى العيش، انا ما قرمشتش العيش قوي، بيبقى حلو كده لما يبقى طري. بصوا بقى بيبقى فيها صوص ازاي الشاورما، فظيعه فظيعه. الصوص ده بقى بينزل على الرز وبينزل على العيش، مش قادره اقول لك، هتاكلي احلى 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 طبق شاورما. وادعيلي، وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب الفيديو يعجبكم. ويا جماعه اللي يعجبوا الفيديو لايك وشير ودعموني علشان خاطر القناه توصل بيكم. بحبكم قوي. باي باي.